مجاهد مدير المركز الاعلامي باتحاد الكره. مساء الخير يا كابتن عزمي. كابتن عزمي مجاهد فصل. نرجع للكابتن عزمي مره تانية، انما خلونا وبرضه هنحاول نتواصل مع الكابتن سمير عدلي المدير الاداري لمنتخب مصر الاول. انما ممكن نبتدي نروح نشوف اول تقرير ونرجع تاني. لابد أن يكون هناك تأمين جيد ومحدش يقول لي بقى ما تفتشنيش، ومحدش يقول لي مش عارف الكلام ده تماما، ولازم عقوبات صارمة لكل من يخالف هذا، والأمن عليه دور في هذا الموضوع، أنه يعني يتخذ إجراءات أشد شوية مع المخالفين وهكذا برضو حال اتحاد الكورة وحال الأندية، لازم يتخذوا إجراءات صارمة مع القلة اللي بتشوه صورة الرياضة عندنا في مصر. طبعا في سابقة نجاح وسابقة أعمال للأمن الاسكندري، لقاء الاتحاد والأهلي في برج العرب والاتحاد والزمالك في استاد اسكندرية، كانت سيطرة غير عادية وتوافق بين الناس وبين الأمن. هو أولا أنا بقى عزيل توفيق ربنا وستره أولا وأخيرا، احنا ما بناخد بالأسباب فقط. أنا عندي إحساس وعندي شعور إن مباراة الأهلي والاتحاد لو اتلعبت في استاد بيسع السعة الاستيعابية بتاعته 11,000 مواطن، وانا عندي معلومات ان هيجي 30,000 ولا 40,000. كيف؟ بالمنطق لازم اصر على ان انا انقله في مكان بعيد ومكان يسع العدد ده وزياده. وفعلا يوم مباراة الاهلي والاتحاد والاهلي جه حوالي 40,000 في استاد برج العرب، والحمد لله عدت المباراه بسلام. وانا لما برضو قررت ان انا انقل مباراه الزمالك والاتحاد لنفس السبب الى برج العرب، كان عندي اسبابي وعندي دوافع الوجيهه انه لازم تتنقل. ولكن صدفتني حاجه غريبه جدا، رغبه الجمهور، ودي انا يعني ضعيف جدا من ناحيتها، وانا نزولا لرغبه الجمهور الجميل بتاع اسكندريه، ولاني برضو درست الموضوع وعرفت ان الاعداد اللي جايه من القاهره لا تتعدى ال 500 شخص. ده شجعني ان انا اولا ادي قرار نزولا لرغبه الجماهير الاسكندريه انه يتنقل للاستاد منعا للجهد والتكلفه للجمهور. دي نمره اتنين، انه اخد بالاسباب بقى وسائل التامينيه الكافيه اللي تخليني واقف على رجلي صح. ما يعني انا عايز اقول لحضرتك ما يقرب من 4,000 مجند وظابط وقياده، يعني كلهم 4,000 ده جيش يعني. يعني معلش، بس انا عارف حجم القوات اللي عندي وحجم الاحتياطي كمان اللي كان موجود، كان ممكن يقدر يسيطر على اي لا قدر الله. الحمد لله عدت بسلام. وبالعكس الناس لان انا عملت اجتماع مع الالتراس بتاع الزمالك والتراس الاتحاد، والناس تقبلت هذا بشكل رحب جدا.